على الورق وبالمنطق بيراميدز يفوز. طب ازاي بقى الزمالك هو اللي فاز؟ عملها ازاي يعني؟ ويا ترى ايه دور كابتن معتمد جمال في كل اللي حصل ده؟ تعالوا بقى مع بعض نشوف ايه اللي حصل في المباراة ونحكي حكاية الزمالك وبيراميدز. قبل ما نبدأ الحكاية خلينا نرجع فلاش باك بسيط لمباراة الزمالك وزد. مباراة زد قلت لك ان الزمالك كان نازل عامل ضغط عالي عليهم علشان عارف ان زد مش هينزل يدور على المكسب وهيلعب على المرتدة. لكن بيراميدز بقى مباراته مختلفة لانه زيه زي الزمالك هينزل يدور على المكسب ومن اول دقيقة. فلما تيجي تفكر كده هتلاقي ان الزمالك مش هيقدر يفتح خطوطه قدام بيراميدز اللي عنده لعيبة بتجيد الاختراقات واللعب بين الخطوط. وهنا انا بتكلم بالبلدي كده عن لعيبه كويره، مصطفى فتحي واحمد عاطف قطه وزلاكا ووليد الكارتي ومن تحتيهم مهند لاشين. معتمد جمال قال لك انا اسيب لهم هم الكوره يلعبوا بيها براحتهم، لكن اول بقى ما يقربوا ناحيه نص الملعب انا هضغط عليهم ضغط رهيب، فيضطروا ان هم يرجعوا بالكوره فاحنا نضغط، فهم يلعبوها بالعرض فاحنا نضغط، فيرجعوها ورا يمكن يغلطوا. ومهند لاشين بيحاول يساعد الفريق في بناء اللعب لكن مش عارف، عبد الله السعيد مش مديله اي فرصه، فخلاص كده يضطر ينزل مصطفى فتحي ويساعد معاهم في بناء اللعب، فيلاقي بنتايك لازق معاه ويفضل معاه لحد ما يرخم عليه ويضايقه، فيضطر ان هو يرجعها ورا يمكن يغلطه، فخلاص هنجرب الجنب التاني، فينزل زلاكا يحاول يساعد في بناء اللعب معاهم، فيلاقي في قطر في ظهره اسمه محمد ابراهيم، فيضطر ان هو يرجع الكره لورا واحنا نضغط عليهم يمكن يغلطوا. طب ومهند لاشين؟ طب ما انا قلت لك عبد الله السعيد مش سايب. احيانا بيراميدز كان بيحاول يجمع اللعب ناحيه الشمال، الجبهه اللي فيها مصطفى فتحي ومحمد الشيبي، بس الجبهه دي كانت مقفوله من بنتايك واحمد فتوح، فيجمعوا اللعب ناحيه الشمال وعلى طول يروحوا ملاعبينها عكسيه الناحيه الثانيه. في الموقف ده بتلاقي محمد ابراهيم لوحده قصاد 2 لعيبه لان بيزيرا ما بيرجعش قوي يدافع معاه. اللقطه دي اتكررت اكتر من مره، بس برضه لعيبه الزمالك كانت بتتعامل معاها لانهم كانوا مركزين جدا. ونقطه مهمه جدا اقول لك عليها ان مباراة الزمالك كانت إدارة ذهنية أكتر منها فنية، لأنها كانت محتاجة تركيز كبير جدا من اللعيبة من أول دقيقة لحد الدقيقة 90، وده اللي حصل وخلى الفريق يكسب. طب ده بالنسبة للزمالك في شكله الدفاعي. طب هنهاجم إزاي بقى؟ الزمالك اعتمد في الماتش ده على التحول الهجومي السريع، نلعب الكرة السريعة ونتحرك لقدام بشكل جماعي، في الاعتماد بقى على مهارة بيزيرا ان هو يقدر يسحب الفريق لمناطق بيراميدز الدفاعية واللي بيقدر من خلالها ان هو يخلق الفرص، الى جانب ان انت ما تنساش ان احنا شغالين ضغط في اوقات معينة وبحساب علشان يقدروا يغلطوا فريق بيراميدز. وبالفعل الزمالك كان مرة يعمل التحولات ديت ويجيب منها هجمات خطيرة جدا، ومرة الضغط اللي بيعمله ناصر وعبد الله من قدامه يغلطوا دفاع بيراميدز وبرضه يصنعوا منها فرص. لعيبه بيراميدز بقت بتاخد وقت كتير قوي في التحضير، وده خلى يحصل عندهم حاله من الزهق، ولما يزهقوا هيضطروا يرجعوا بالكوره لورا، ولما يرجعوا بالكوره لورا احنا نضغط، طب ولما نضغط يمكن يغلطوا. هي دي الفكره اللي اعتمد عليها معتمد جمال في الماتش بتاعه. يعني كابتن معتمد جمال اعتمد على الضغط الذكي اللي يقدر من خلاله ان هو يخلق بيه اخطاء، وخلى الزمالك يستعيد الكوره في اماكن متقدمه، وده طبعا سهل كتير عملية صناعة الفرص، وهو كده كده اتخلى عن صناعة الفرص من خلال بناء اللعب، قال لك ده أسهل وأسرع، وده يفسر لك ليه الزمالك 35% استحواذ قدام 65% البيراميدز، ورغم كده الزمالك كانت فرصه أخطر وأكتر. ومع الوقت بتكتر محاولات ناصر اللي لسه ما وفقش لحد دلوقتي، لكن عبد الله كان عارف انها جايه علشان كده كان بيشجعه طول الوقت، احنا هنلعب لعبتنا وهي هتيجي. كل ده يبين لك ان كابتن معتمد محضر للماتش كويس. مهمة الشوط الاول انتهت بسلام، نخش بقى على الشوط الثاني انا هعمل فيه ايه. كابتن معتمد كان محتاج حد يساعد في الهجوم شوية مع منسي وبيزيرا، واكيد بعد الارهاق اللي حصل في الشوط الاول محتاج دم جديد، والطريقة دي كمان محتاجة سرعات، فينزل مين؟ شيكو بنزا، اللعيب اللي بيمتاز بالسرعة، فينزل شيكو بنزا مكان محمد السيد اللي تقريبا كان غايب طول الشوط الاول في مركز الجناح الشمال، ويدخل فتوح في نص الملعب. وكانت واضحه تعليمات معتمد جمال لشحاته وفتوح وعبد الله لحد حتى قبل ما يطلع ان الكره هتتلعب بسرعه لشيكو بنزا اللي جاهز تماما للمهمه. كل ده بيراميدز لسه مسيطر في نص الملعب لكن بدون اي فاعليه هجوميه، في حين ان الزمالك قادر ان هو يعمل التحولات وقادر ان هو يوصل لمرمى احمد الشناوي بسهوله ويقدر يعمل خطوره كمان. مع الوقت بدات هجمات الزمالك تزيد،
ورتم المباراه بدا يديلك ايحاء ان الزمالك خلاص قرب من التسجيل. احنا اتفقنا ان الزمالك كان بيضغط ضغط ذكي، فالكره بتتلعب في اتجاه ناصر منسي، فبيضغط الضغط بتاعه اللي كان بيضغطه الشوط الاول، ولاعيبه بيراميدز هيرجعوا الكره لورا ويمكن يغلطوا. لا ده هم غلطوا بقى المره دي، بس قصير لاحمد الشناوي، عرقله لناصر منسي، ضربه جزاء علشان يخش حسام عبد المجيد ويسجل منها الهدف الاول. شكل شيكوبانزا في الملعب افضل من قبل كده بكتير، سواء في الدفاع او في الهجوم او في الضغط اللي بيعتمد عليه الفريق. وواضح جدا ان هو نازل يزهق الشيبي ويحاول ان هو يخرجه بره المباراه، لان تصرفاته معاه كانت غير طبيعيه ومش مفهومه لحد دلوقتي. ولو انت مركز معاه كده عارف ان شيكوبانزا اصلا لعيب ما كانش بيركز، فلما يركز في الماتش ده تعرف ان اداره المباراه كانت ذهنيه اكتر منها فنيه، والدليل ان اللعيب ده دخل في مود التركيز. خروج عبد الله السعيد كان طبيعي بعد المجهود الجبار اللي بذله الشوط الاول والوقت اللي لعب فيه في الشوط الثاني، فينزل مكانه احمد ربيع اللي كان واضح كده ان هو مش في حاله التركيز القصوى اللي كان بيمر بيها كل اللعيبه. وبعد محاولتين لبيراميدز كده بنلاقي انفعال من محمد صبحي على احمد ربيع اللي هو يعني بيقول له اقفل الحته دي. مع مرور الوقت بيتضح للجميع ان الزمالك هو اللي داير المباراه، هو اللي راكب المباراه. وبالبلدي كده كل ده زهق لعيبه بيراميدز، وكان باين جدا بعد كده في تصرفاتهم اللي بانت مع مرور الوقت. هنشوفها في الشيبي سواء في الكور اللي كان بدأ يلعبها او في تدخلات كريم حافظ اللي بدأ يعملها مع بيزيرا اللي في لحظه تغييره كده انفعل شويه لانه تقريبا كده كان مستمتع باللعب وهو بيلعب فما كانش عايز يخرج، لكن بمجرد سمع هتاف الجماهير ليه بدأت الابتسامه ترجع لوشه علشان يقابل بقى الكابتن معتمد جمال بالاحضان. وبتنتهي المباراة على كده 1-0، ومعتمد جمال عرف يلعبها صح، إدارة ذهنية قبل ما تكون فنية، ويحسب للعيبة كمان حالة التركيز اللي هم كانوا عايشين فيها. بعد استحواذ 65% لبيراميدز و35% لنادي الزمالك نقدر نقول لبيراميدز مبروك الاستحواذ ومبروك للزمالك ال3 نقط. ده باختصار المباراة واللي حصل فيها.